تشعر أنه صديقك أو أخوك، ذاك النموذج الحي لابن البلد الجدع الذي تلجأ إليه وقت الشدة. تجد في المستشفيات وخلف عربات الإسعاف، تجد في المناسبات مناصرا وداعما ومساندا. خاض تجربة انتخابية لم يكتب لها نجاح، لكنه لم يتوارى عن الناس، بل كان وسطهم ليشاركهم آلامهم وأفراحهم وأحزانهم. لديه حلم الوصول إلى كرسي مجلس النواب ليتمكن من خدمة أهله وبلده بشكل أفضل. يرى أن الدائرة تحتاج إلى دم جديد يستطيع تغيير الواقع المؤلم الذي يعيشه الناس. يجد صعوبات في سباقه الانتخابي، خاصة وأنه يقارع الكبار. يرى أن الشباب قادرون على تلبية طموح الناس. انضم إلى حزب الجبهة الوطنية لاكتساب مزيد من القوة في سباق خدمة أهله وبلده. محمد شوشة ذلك الشاب الذي يجمع بين طموح الشباب وحكمة الشيوخ. تجده شغوف بالعمل الخيري دون ثمة مصلحة يبتغيها من ورائه، متنقل مثل الفراشة بين المصالح الحكومية الخدمية لقضاء مصالح الناس دون تمييز بين الفقراء وذوي الحاجة. محمد شوشة مثقف واعي، خادم للصغير قبل الكبير، للضعيف قبل القوي، للفقير قبل الغني. محمد شوشة شعلة نشاط مجامل في كل المناسبات. تجده بين الفقراء فقيرا وبين الأغنياء غنيا بتعفف، بين الضعفاء ضعيف حي ميل، وبين الأقوياء قوي شرس. يجمع بين أصالة النبي وتحضر ابن المدينة. اليوم محمد شوشة في لقاء يفتح خزائن أسراره في مجلس الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في اراء وافكار. ضيف النهارده ضيف مميز، ضيف جدع، ولد من شبابنا الجدعان. تحس زي ما قلنا ان هو اخوك، ان هو صديقك، ان هو صاحبك. قلبك اتفتح له من اول لحظه، تحسه انه رمز للشباب. النهارده شاب من شبابنا عنده طموح، محتاج ان هو الناس تسمعه وناس تشوفه وناس تعرف رايه، تعرف مجهوده، بيناحي، بيكافح، بيقارع الكبار. عنده تجربه انتخابيه لم يقدر لها النجاح، لكن في نفس الوقت لقناه موجود دايما بشكل مستمر في العمل الخيري. النهارده رحبوا معايا باستاذ محمد شوشة، الشاب الجميل المحترم اللي عاوزين احنا نسمعه. استاذ محمد اللي احنا عاوزين نسمعه ونتشرف بيه ونعرف افكاره، ونعرف بيفكر ازاي للدايره، نعرف ازاي بيفكر في المشكلات الفكرة. عاوزين نوعي الناس بكل الناس الموجوده دون استثناء. عاوزين نقول للناس ان احنا بنقدم اعلام وبنقدم فكره تستحق الاحترام، لان احنا بنجيب ناس محترمه وبنقول للناس دي شبابنا ودي النماذج الجميله اللي هي بتتعب عشان الشعب المصري. محمد شوشة واحد من الناس دي، ما كانش هيقدر يستمد القوه ديت مؤخرا الا بانضمامه الى حزب الجبهه الوطنيه. محمد عنده رغبه شديده جدا في خدمه الناس، وعنده رغبه شديده جدا في استكمال المشوار. حيوا معايا ومع حضراتكم
الاستاذ محمد شوشة. ازيك يا استاذ محمد؟ مساء الخير يا استاذ عماد، مساء حضرتك طيب. وانا سعيد جدا باللقاء المميز ده، وسعيد جدا بدعوه حضرتك ليا، ويعني شرفت بوجودي معاك في المنصه الكريمه، ولا في منظره استاذ عماد شعبان. لا، اي حاجه زي ما تحب حبيبي زي ما تحب حبيبي. انت شرف لنا يا استاذ محمد، وانا سعيد جدا جدا على المستوى الشخصي بوجودي مع حضرتك، وربنا يكرمك، وان شاء الله نقدر نقول للناس محمد شوشة. مين محمد شوشة؟ محمد شوشة ابن لكل اب واخ لكل شاب في مركز القياس والسكنوني وجمصة، وشرف كبير ليا ان انا ابن من ابناء القياس، الناس المحترمه، الناس الاصيله، الناس اللي عندها يعني رواسخ ومبادئ واحترام. شرف كبير ليا ان انا ابن من ابناء المنطقه دي. خبراتك، دراساتك؟ يعني معايا بكالوريوس نظم ومعلومات، وحاليا في تانية حقوق. ثاني حقوق. اشمعنى الحقوق؟ والله هو طبعا ده لانه يعني انا مؤمن جدا ان انا عندي رساله، ان الرساله دي محتاجه انه يكون عندنا فقه في القانون، ونكون دارسين. استنى لك الصوت عالي شويه، الصوت عالي شويه. علي الصوت يعني؟ تمام. في ناس بتقول علي الصوت. حاضر. مؤمن جدا ان انا عندي رساله بقضيها، والقانون هو يعني شق كبير من او له دور كبير في الموضوع. فكونك مرشح لمجلس النواب لابد انك تكون دارس قانون وعارف القوانين عشان تقدر تمارس دورك التشريعي كمان داخل. اذا انت قاصد ان انت تؤهل نفسك علميا وبالاضافه الى العمل الخدمي الميداني، صح كده؟ بالظبط. بجانب طبعا عده دورات في اكاديميه مصر العسكريه، استراتيجيه وامن قومي، يعني تقريبا 6 دورات لو حابب اقولهم لك بالترتيب. طبعا. نقولهم. طبعا. تمام. استراتيجيه وامن قومي. بيقولوا لك علي الصوت برضه؟ بقول لك علي الصوت، علي الصوت شويه. طيب اكتر من كده يعني؟ لا مش مشكله، لكن طيب خلاص، عشان ما نقولش اسماء الدورات، خلينا نتكلم على حرصك على الالتحاق باكاديميه ناصر وحزب الجبهه الوطنيه، وهذا الامر بالنسبه لي في رمز للانتماء لاصل الدوله المصريه البعيده عن اي انحرافات، صح كده؟ تمام. ليه حزب الجبهه الوطنيه؟ بص، هقول لحضرتك على حاجه. اولا انا مؤمن جدا بتعدد الحياه الحزبيه، لذلك انا شفت في حزب الجبهه الوطنيه انه كيان كبير، مولود كبير، بيسعى على انه يكون مادد ايد العون للشباب. في قامات كتير محترمه جدا جدا، قامات مثلت مصر قبل كده في كل الوزارات. شفت انه الحزب ده هيكون يعني متواجد مع الناس على ارض الواقع اكتر، مع طبعا احترامي لكافه الاحزاب او الكيانات السياسيه. فتم انضمامي ليه في الامانه العليا المركزيه في القاهره، وبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نقدر نعمل حاجه للناس من خلال الحزب. يعني احنا الحمد لله كده متواجدين مع الناس خدميا واجتماعيا، ولكن بنقول انه الحزب ممكن يضيف لنا بعض الامور اللي الناس محتاجاها، او الخدمات العامه اللي الناس محتاجاها. فبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يكون الحزب له دور كبير معانا في هذه المساله. يعني انا قلت صح، قلت ان هو اتخذ انضم الى حزب الجبهه الوطنيه طبعا عشان يساعدوا في تحقيق مطالب الناس. بالظبط، صح كده؟ بالظبط. طيب انا عاوز اسال السر، وانا كل كلامي هو الجانب الخفي من حياه محمد شوشة. واحترامي وتقديري مع حفظ الالقاب هقول محمد جدا يعني. فانا عاوز اقول، انت ليه مختار العمل الخدمي؟ ليه؟ ايه اللي جايب لك ايه اللي عايد عليك
من الانتقادات والمصاريف، مش عايز اقول، والضغوط والكلام ده. ايه ليه؟ بص يا اسامه، اتفضل. هو محمد شوشه اتربى في بيت خدمي بالطبيعه. ما الناس عايزه تعرف يعني مفيش حد اعتقد في نطاق دايرتنا كلها يخفى عليه انه احنا جدودنا ثم ابهاتنا ثم اخواتنا اللي موجودين. انا اتربيت او نشأت في بيت بيعمل في العمل الخدمي العام، بيت بيحل مشاكل الناس وبيسعى على قضاء حوائجها. مين في البيت عشان نذكرهم بالخير؟ الوالد وعمامنا، العيله كلها. يعني انا جدي السيد علي شوشه الله يرحمه ده كان في الاتحاد الاشتراكي. بعدها ده يعني تقريبا تامن عمده في عيله ابو شوشه. الحاج محمد خليل شوشه عضو مجلس محافظه 12 سنه على التوالي، عمي. فاحنا بيت مسيس، احنا بيت فاتح بيبانه للناس ولحل مشاكل الناس وللسعي وراء مصالحهم. شفت انه الفتره اللي فاتت ال10 سنين الاخيره بدات الناس كتير جدا يعني متعشمه في محمد شوشه، او الطلبات بدات تبقى خارج نطاق ان في مشكله بين سين وصاد، او ان في مشكله في مجلس مدينه بالقاس، او ان في مشكله في الوحده المحليه، او ان في مشكله في مرور، او ان في مشكله في كهرباء، او ان في مشكله في ميه. الناس عشمها زاد في محمد شوشه، فشافت او اصبحت بتطلب طلبات يعني ربما انها تكون تحتاج الى نائب، تحتاج الى وجود يعني سلطه تقدر حضرتك تتحرك من خلالها على مطالب الناس وعلى مصالحهم. بالتالي كمان انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ويعني سامحني لو انا هتكلم بصراحه مطلقه، يعني مش عاوز اقول لحضرتك حاجه فضل. وبدون زعل وقدام الناس، وانا معروف عني كده، لو اتكلمت بغير الصراحه انا هعترض. تمام. لا انا الحمد لله انا صريح جدا على فكره. وده وكل الناس يعني كل الناس تعلم ذلك كويس. انا حابب الموضوع. شهره اطلاقا. شهره، حب ظهور اطلاقا. طب هات الكاميرا كده عشان بس الناس تبقى مسجله عليك. هل انت حابب الموضوع شهره او حب ظهور؟ اطلاقا لا. هو انا الحمد لله من عيله معروفه ومن عيله مشهوره باحترامها وباخلاقها وبتواجدها الدائم في المجتمع المدني. فمش الموضوع بالنسبه لي مش موضوع شهره او موضوع. محمد شوشه الحمد لله بمحبينه وبعلاقاته محبوب بين الناس ومشهور ومعروف، وله يعني اعتقد كيانه ومحبينه اللي بيقدروه وبيثقوا فيه جدا. لكن الموضوع زي ما قلت لحضرتك، لما بدأ يبقى فيه ضغوط على محمد شوشه خدميا، اصبحت محتاج لقناه شرعيه اقدر اتحرك من خلالها، او يعني نطاق الخدمي بالنسبه لي يكون اوسع او اكبر. يعني اذا الهدف من هنا، الهدف الوحيد هو خدمه الناس وتحقيق ذاتك. طبعا اكيد عشان بس نبقى اكيد. يعني أكيد. انا برضو انا كواحد من الناس لازم اقول انا ليا هدف حتى شخصي وان كان لم يكن معلن، لكن هدفي ان انا احقق ذاتي، اعمل مجد لنفسي واكمل مجد عيلتي. صح كده ولا انا؟ بالتاكيد. ما هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. هو النائب الذكي او النائب اللي نازل المرشح. انا بتكلم على المرشح والنائب. ما هو المرشح ده يعني هو مرشح محتمل، وربنا سبحانه وتعالى كتب له التوفيق فهيبقى نائب. تمام. فعايز اقول انه يقدر بسهوله جدا يخلي اسمه في قلوب الناس. فانا كمحمد شوشه محتاج دي، حابب اوصل لدي، حابب اوصل انه محمد شوشه يسكن قلب كل راجل وسيده في مجتمعنا. فهيسكن او هيوصل لده ازاي؟ من خلال اجتهاده، من خلال تعبه، من خلال تواجده خدميا على ارض الواقع. فبدعي ربنا سبحانه وتعالى انه ربنا يوفقنا في المرحله اللي جايه ونقدر نحقق يعني مطالب الناس واحتياجات الناس اللي للاسف الشديد احنا شايفين ان هي يوم بعد يوم
الموضوع بيسوء. طيب بما ان وصلنا لمرحله طلبات الناس، اكيد طبعا وانت نازل اكيد انت موجود في وسط الناس وموجود على الارض. هل محمد شوشه حاله حال المرشحين درس، او بعض المرشحين درس مشاكل الناس الحقيقيه ومشاكل الدائره الحقيقيه، ولا يقتصر مثلا على بيته او بوتشيشه ستاموني الحفير المنطقه ديت وعارف المشاكل والمعاناه الحقيقيه للناس دي؟ احنا عندنا ملفات ايوه لكل مجلس قروي. مين انتوا؟ انا محمد شوشه. ايوه وتيم العمل بتاعي. ايوه عندنا ملفات لكل مجلس قروي بينبثق منه من كل مجلس قروي ملف لكل قريه وكل عزبه تابعه للمجلس القروي ده. مشاكلها ايه؟ ملف. ولو حضرتك شرفتني في المكتب او كان اللقاء ده في المكتب، حضرتك ممكن تطلع على الملفات دي بنفسك. كل مجلس طبعا ده شرف، ده شرف. كل مجلس قروي في كام قريه وفي كام عزبه والمشاكل اللي بيعانوا منها واحتياجاتهم، احنا دارسين ده كويس جدا. ولذلك يمكن الوحيد اللي لما بينزل اي مؤتمر او بينزل يقعد في اي قريه قبل ما بيسمع من الناس مشاكلهم ايه بيقول انا عارف ان انتوا بتعانوا من 1 و2 و3 و4. ان شاء الله رب العالمين لو ربنا قدرنا هنبدا مع بعض في الملف ده، هننهي الملف ده، هنبدا في الملف رقم 2 على مدار فتره ال5 سنين الفتره النيابيه بتاعتنا. ان شاء الله نكون يعني اشتغلنا او انجزنا اكبر عدد ممكن من الملفات اللي موجوده في كل مجلس قروي تابع لمركز بالاسس الستاموني. انت شايف الناس بتعاني وعارف الناس بتعاني ودارس زي ما حضرتك قلت، لكن تقدر تقول لي او توصف لي ايه المشاكل المشتركه ما بين القرى وما بين العزب الموجوده في دايره بالاسس الستاموني جوه مصر حسب دراستك انت؟ كتير جدا. انا بتكلم على بشكل ملخص. يعني انا عندي النهارده مشاكل كبيره جدا، اهمها معظم القرى او 90% من قرى مركز بالاسس الستاموني بيتعانوا من عدم وجود صرف صحي. من عدم وجود بنيه تحتيه. البنيه التحتيه متهالكه مش موجوده اصلا. زي كهرباء، زي ميه، زي غاز، زي ميه، زي صرف صحي، زي اسفلت، وحدات صحيه. القرى اللي موجود فيها الوحدات الصحيه للاسف مهمله. بعض القرى وبها عدد سكان كبير جدا والى الان مفيش فيها بريد. بعض القرى بتعاني من عدم وجود مراكز شباب لاخواتنا ولولادنا الشباب. بعض القرى مش بعض القرى، تقريبا 90% من المجالس القرويه بتعاني من عدم وجود وحده مطافي ووحده اسعاف في كل مجلس قروي. وده ابسط حقوق الناس. لما يكون في النهارده عندي 9 مجالس قرويه، ايه المشكله ان يبقى في كل مجلس قروي وحده مطافي ووحده اسعاف؟ بنسمع كل يوم. يعني اعتقد من شهر ونص اخر حاجه كانت حريقه تقريبا في سقلمه وخدت 5 ارواح مواشي. على ما المطافي وصلت كانت النار اكلت يعني. طب استاذ محمد خليني فاكمل لسعادتك بس. مفيش وحدات اسعاف في المركز بالاسس الستاموني في المجالس القرويه دي. اللي بيتعب بالليل والدي ولا والدتي ولا اخويا ولا اختي، لو ما عنديش عربيه ملاكي بنقله في توك توك لمستشفى بالقاس. ونيجي للمصيبه الاكبر، مستشفى بالقاس. يعني لو حضرتك تركت لي المجال شويه. لا انا هتكلم كتير. لما اجي اعاني من ان انا والدتي او والدي او اخويا او اختي تعبت بالليل، وعشان اطلع من بيتي مفيش اسعاف وانقله في توك توك بالليل للمستشفى، واروح بالليل اقعد بالساعات ويمكن بالايام على ما يتم التنسيق ما بين اداره المستشفى وما بين مديريه الصحه، يا تكون الحاله اللي معايا توفت، يا اما انا لو اتنقلت محتاج واسطه ومحتاج اكلم محمد شوشه او غير محمد شوشه عشان يسعفني او عشان يتواصل مع اداره المستشفى او مع الدكتور المختص او مع اللي موجود الدكتور النبطشي. واغلب الاحيان بنروح المستشفى وللاسف الشديد الدكتور مش موجود، الدكتور النبطشي مش موجود.
وللاسف الشديد يعني المواجهه او ما عندوش الوعي الكافي للحاله اللي راحه له. بجانب انه عندي مشكله كبيره جدا يا استاذ عماد. انا النهارده في 2025 مستشفى بحجم مستشفى بالقاس لسه لغايه النهارده مستشفى مركزي. مستشفى بحجم مستشفى بالقاس اللي هي قايمه على 3 مراكز لغايه النهارده ما فيش فيها جراحه مخ واعصاب، ما فيهاش قسم اوعيه دمويه. رغم ان انا عندي المكان وعندي الامكانيات اللي اقدر اعمل بها ده. ايه هي الامكانيات دي؟ المكان متوفر عندي انه يكون فيه مبنى واثنين ازود فيه حالات الاستقبال وازود فيه حالات الطوارئ وازود فيه العنايه. ايه اللي يمنع ده يا استاذ محمد؟ انا مش عارف ايه اللي يمنع ده. انا شايف انه انا دوري ان شاء الله رب العالمين لو ربنا كرمني، انا دوري ان انا يعني اسعى في الموضوع ده. فين وزير الصحه؟ فين الحكومه؟ احنا فين من اللي بيحصل ده؟ احنا فين؟ مستشفى بالقاس فين من اللي بيحصل ده؟ لغايه النهارده مستشفى بالقاس مستشفى مركزي. ده بدل ما تبقى مستشفى عام. انا يوميا حضرتك بيجي لي تليفونات على موضوع الحضانات للاطفال يوميا. انا على ما تاخد نفسك كده وتهدى، خليني اقول ان كل الاندفاع والمشاكل والالام والحسره اللي في كلامك ده هي حاجه جميله جدا وشعور نبيل جدا منك ومن كل الناس اللي موجوده. لكن هذا الكلام وانا بتكلم بمنتهى الصراحه دون خجل من اي حد، وحضرتك لو انا غلطان قول لي. هذا الكلام يعني تقصير النواب الحاليين والسابقين في حق البلد دي. اما ان هو تقصير منهم، واما ان هي امكانيات دوله، واما ان هي قوانين بتحكم تنفيذ هذه الامور على ارض الواقع. هذا ليس دفاع. ده كلامي ليس دفاع، ولكن هو كلام مبني عن معلومه. فمثلا على سبيل المثال وجود اسعاف او مطافي في كل بلد او في كل مجلس قروي. أنا مش في كل بلد، في كل مجلس قروي. في كل مجلس قروي. في كل مجلس قروي يتطلب شروط معينه، وهي ان يكون المسافه ما بين اقرب اسعاف والثاني 14 كيلو. اما وان هذا الامر ممكن يسبب صعوبه بسبب الطريق، فهنا يبرز دور النواب اللي هم ممكن يخلوا ان القانون ده بدل من 14 كيلو يبقى 10 كيلو، يبقى 7 كيلو. لكن طالما في 14 كيلو ما يقدرش يتم التنفيذ. ادي واحد. 2، المستشفى ما فيش ولا نائب، لا صادق ولا حالي ولا اي واحد ماشي في الشارع يتمنى انه ما يحسنش في مستشفى بالقاس. ده طبيعي. لكنها قد تكون امكانيات دوله تحتاج الى من يحركها بشكل او باخر او امكانيات نائب. خليني ابقى شاهد حق، وربنا سبحانه وتعالى هو الحق. وانا مش هكسب احترام الناس ديت الا بكلمه الحق. طبعا. التحويل المستشفى من مركزي الى مستشفى عام، هناك فيديو منتشر على السوشيال ميديا في لجنه الصحه بحضور وكيل وزاره الصحه واللي هو فايق بتحويل المستشفى ديت الى مستشفى عام، وهذا الكلام معلن، لكن التنفيذ لم يتم على ارض الواقع. ليه؟ انا لغايه دلوقتي ما اعرفش، لكن انا برضو سعيد. ربما ان هو عمل ما في وسعه واشتغل على قد امكانياته، وله جزيل الشكر ولهم جزيل الشكر والاحترام. انا عاوز اقول لحضرتك قول الكلام ده تاني. عايز اقول ليه كلام مش واضح؟ لا، انا حابب الكلام ده، فحابب تاكد على الكلام ده. كل الناس الساده النواب اللي موجودين والسابقين كل واحد فيهم قام بدوره وسعى على قدر امكانياته وعمل مش ما عملش، ولهم جزيل الشكر. ولكن احنا بنقول، او انا عن نفسي بقول، انا يعني راجل عندي طموح ان اقدر اعمل حاجه للناس واقدر اكمل مسيره العطاء بتاعه اخواتنا او ابائنا اللي سبقونا، وده حق مشروع وحق مكفول للجميع. ولكن مش معناه يعني انه الناس دي قصرت. كل واحد فينا له امكانيات وامكانياته بيقوم بيها على اكمل وجه. وانا شايف انه اذا كان في الوقت الحالي الدوله، اذا كان في الوقت الحالي وضع الدوله شويه، عايز تفتحه، عايز تشارك بس تقصد؟ اكمل بس كمل. ولكن انا شايف ان كل واحد فيهم قام بدوره كمان بغي وعمل اللي عليه بزياده.
وسعى واجتهد. كل حسب امكانياته يعني. انا مبسوط بالكلام اللي حضرتك بتقوله كشاب. ليه؟ لان ده تمهيد لسؤال مهم جدا. العلاقه ما بين المرشحين وما بين النواب. هناك سياسه ان انت تكسر في اللي قدامك، تقطع في اللي قدامك، ان انت تطلع على اكتاف اللي قدامك، ان انت تفطس من كل امكانياته ومجهوده حتى دي سياسه خطا يعني. انا حابب التصالح مع النفس. انا من هواة التهدئه ومن هواة التصالح مع النفس. فلما حضرتك قلت كده انا متعمد اقول لحضرتك قول تاني وتالت عشان ننشر عاده التسامح ما بين الناس. اتفضل. بص يا اسامه، اتفضل. مش معنى ان انا ربنا مديني القدره ان اعمل حاجه ما هياش عند المسلمات ان انا اعيب او اهين او اعترض على تصرفات المسلمات. بالعكس، المفروض ان احنا كناس مثقفه وناس عندها وعي سياسي ووعي ثقافي، المفروض ان احنا او انا شخصيا كمحمد شوشه علاقتي قويه جدا جدا باخواتنا الساده النواب. بدون اخواتنا صح؟ طبعا اخواتي واخواتي الكبار واتعلمت منهم كتير. الباشمهندس يوسف واتعلمت منهم كتير. الحاج وحيد قرقر ده يعني حبيبي واخويا وصديقي. اللي هو فايق الزكي حبيب قلبي. كل الناس دي اخواتنا واخواتنا الكبار وناس محترمين جدا 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 جدا، وربنا يديهم الصحه والعافيه. واحنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يوفقنا ونكمل المسيره ونسلك نفس السلوك. هل الكلام اللي انت بتقوله ده تزعل مني؟ لا اتفضل، خد راحتك خالص. هل تزعل مني يعني؟ خالص اطلاقا اطلاقا. ما انت ممكن بتقول كلام سياسي، بتقول كلام يعني لا بص يا باشا، هقول لحضرتك على حاجه. بس مش هتزعل. هقول لحضرتك على حاجه. ايوه. هو انا بطبعي مش صدامي. فانا لما بقول ان كل الناس اخواتنا، كل الساده النواب وكل الساده المرشحين اخواتنا وحبايبنا، اعتقد ان دي كمان نظره الناس في محمد شوشه، انه مفيش ابدا مره قعد واتكلم في حق حد او اغتاب حد او قلل من شأن حد. وده مبدا احنا اتربينا عليه ده مبدا جميل. طبعا طبعا جميل. طبعا. احنا نختلف في العمل الخدمي العام، لكن في النهايه احنا اخوات، وكل واحد فينا بيسعى على انه يقدم اقصى ما عنده لخدمه الناس، وده شيء ممتاز وشيء جميل جدا. ولكن يعني انا عايز اقول حاجه مهمه جدا يا عماد، والله انا مش بقصد بيها حد خالص، اقسم بالله انا بتكلم على عموم الجمهوريه، مش على دايره بالقاس والسكروني وجمصة. انا بقول انه يجب على اي مرشح لمجلس النواب شاف في نفسه انه يقدر او عنده القدره انه يسعى على خدمات الناس وعلى مصالح الناس، وعنده القدره ومعرفه، وده شيء مهم جدا، معرفه دوره كنائب ايه، سواء كان الدور التشريعي او الدور الرقابي، وايه المطلوب منه في الدور التشريعي، وايه المطلوب منه في الدور الرقابي، وايه المطلوب منه في الدور الخدمي. انا عايز اقول قبل كل ده، يجب على اي مرشح شاف انه يصلح انه يكون نائب عن اهل دايرته، انه على الاقل فتره زمنيه لا تقل عن 5 سنين يتواجد مع الناس خدميا واجتماعيا، على الاقل يبقى في احتكاك بالمسؤولين، الناس تشوفه وتشوف فكره وتشوف رؤيته وتشوف قدرته على حلول مشاكلهم. ما هو انت النهارده احنا بنتكلم في خدمات عامه، انت عندك يعني خدمات فرديه الناس بتعاني منها بشكل صعب جدا كل يوم، يوميا. صحيح. يوميا. يعني انا وبحمد ربنا سبحانه وتعالى على ده، وبتمنى من ربنا انه يتقبل هذا العمل في ميزان حسناتنا. احنا يوميا عندنا بنستقبل عدد كبير جدا من التليفونات، سواء الناس اللي عندها مشكله في ميه، مشكله في كهرباء، مشكله في مجلس مدينه، مشكله في مدرسه، مشكله مع الزراعه، مشكله مع الري. المشاكل دي مشاكل يوميه ومشاكل فرديه الناس بتعاني منها يوميا. والناس بالطبيعه الناس غلابه والناس بسيطه، محتاجه انه لما يتصل على محمد شوشه يرد عليه ويسعى له في مصلحته ويكون على قدر كبير بالاهتمام بيه. محتاجه انه لما يعاني بالليل من مشكله، شوشه يجمع
ما بين نشاط الشباب وحكمة الكبار. محمد شوشة شايف الشباب فين؟ انتوا كشباب، مجموعة من الشباب المرشحين، شايفين نفسكم فين وانتوا بتنافسوا اساتذتكم اخواتكم الكبار على خدمة بلدنا؟ مش انتوا بتتنافسوا عشان تخدموا البلد؟ طبعا. ولا طبعا. بتتنافسوا عشان تشتموا بعض؟ طبعا لا، بنتنافس عشان نخدم الناس، مش عشان تقللوا من بعض. لا 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 اطلاقا. التنافس تنافس على خدمه الناس، تنافس على ان احنا نوصل صوت الناس للقياده السياسيه وللمسؤولين. يقين تام ان لكل مجتهد نصيب، وعلى يقين تام انه اللي بيسعى وبيجتهد وبيشتغل، وانا عندي ثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى الاول، ثم في الناس، في اهل الدايره. عندي يقين وبراهن ان الناس المره دي هتبقى قادره على التغيير، الناس المره دي هتحدد موقفها، لانه يعني مع كامل احترامي لكل الناس النهارده شافت وعاشت مين المتواجد خدميا مع الناس، مين المتواجد اجتماعيا مع الناس، وده يعني شق مهم جدا. اسالك سؤال بس ما تزعلش يعني كالعاده، هو انت عملت ايه للناس؟ عملت ايه للشأن العام بعيد عن الخدمات الخاصه؟ عملت ايه؟ ايه التاريخ الخدمي؟ ربنا سبحانه وتعالى علينا ان احنا متواجدين يوميا، مش عايز اقول على مدار 24 ساعه عشان الناس ما تقولش ان هو بيأفور يعني، لكن دي حقيقه. احنا بنستقبل تليفونات الساعه 3 بالليل والساعه 4 بالليل، وده بيبان معانا لما بننزل في اي قعده وفي اي بلد من ال 207 بلد التابعين لقريه لمركز بالاسس الكموني وجمصه، وتتكلم مع الناس. شيء جميل جدا ومنتهى الفخر والسعاده لما بتلاقي واحد وقف وبيقول لو سمحت يا باشمهندس، انا من سنه ونص كلمت حضرتك الساعه 2 بالليل وحضرتك رديت على التليفون، وكانت معايا والدتي، وحضرتك فضلت متابع معانا لغايه ما دخلنا المستشفى وتحولنا وعملت لي اللازم. لو سمحت يا باشا، انا كلمت حضرتك لانه كان عندي مشكله في الكهرباء وكنت واخد محضر كهرباء وانا غير مقتدر، وحضرتك وقفت معايا وقدرت تخفض لي. النماذج اللي بتقابلني كل يوم في كل بلد من البلاد اللي بنزورها يوميا تبع جدولنا او تبع مشينا اليومي يعني، دي حاجه بتخليني فخور جدا 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 ان الناس بتشتغل الجميل، ان الناس عارفه مين موجود ومين بيشتغل ومين بيسعى ومين بيجتهد ومين نازل قبل الانتخابات بثلاث اربع شهور. وانا برضو ما زلت مصمم انه انا والله كلامي مش بخص حد او كلامي مش رايح لحد، انا بتكلم بشكل عام. حضرتك يا فندم لو عندك قضيه ومؤمن بيها مع الناس، انا الحمد لله حضرتك يمكن ذكرت في الفيديو اللي فات انه احنا كنا متواجدين في الانتخابات البرلمانيه اللي فاتت، ولكن ما حصلناش نصيب، ولكن لاننا مؤمنين بالقضيه دي فاحنا من تاني يوم متواجدين مع الناس خدميا واجتماعيا بشكل كويس جدا. لنا بصمات عامه. ايوه انا عايز اعرف البصمات العامه يعني بس انا كده هطول عليك على فكره، ولا انت معايا؟ لا انا معاك، انا ما عنديش مشكله. اولا احنا من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، انا سعيت في افتتاح فصلين علمي للمعهد الديني في احد قرى الحفير. انا مش هقطعك عشان انا عاوزك تتكلم. ماشي اتفضل كمل. في المعهد الديني ب 56 كان لنا يعني مجهودنا وسعينا بعد ربنا سبحانه وتعالى انه احنا قدرنا نحصل على الموافقه دي. كمان عندي في ابو تشيشه من فضل ربنا سبحانه وتعالى موافقه البريد وتشغيله، كان لي عظيم الشرف ان انا ابو تشيشه ان انا سعيت على الموضوع ده واجتهدت فيه. كان لي عظيم الشرف ان انا في ازمه معينه كده في وقت تخفيف الاحمال في الكهرباء، كان اهلنا في الحفير، في حفير شهاب الدين وفي كل المناطق بيعانوا من ان توقيت او ميعاد قطع الكهرباء من 6 ل 8 ده كان بيسبب عندهم مشكله كبيره جدا عند اولادنا، لانه طبعا بيرجعوا من الدروس الساعه 8 هلكانين فبياكلوا لقمه تقريبا كان من 8 ل 10 عفوا، فعلى ما بياكلوا لقمه وبيدخلوا طبعا الكهرباء الساعه 10 دي بتيجي، بيكون اللي نام من الاجهاد طول النهار من المدرسه للدروس لكذا، فبيدخل ينام. كان لي عظيم الشرف ان انا
يعني سعيت في الموضوع ده وغيرت نوعيه الكهرباء في المنطقه كلها، حفير شهاب الدين بمركز الستاموني ببعض القرى التابعه لمركز بالقاس. كمان كان لنا برضو يعني عظيم الشرف ان احنا في وقت من الاوقات كنا تقريبا في 2017 حصلنا على موافقه وزير الشباب والرياضه خالد بيه عبد العزيز في ذلك الوقت يعني لمركز شباب 49. ده طبعا يعني بشهاده اهلنا هناك واخواتنا، وكان الموقف ده يعني موقف يمكن الناس بتحكي عليه لغايه دلوقتي، لانه كان له يعني انا مش نائب، فالموضوع صعب انك تدخل لوزير وتحصل خلينا نعدد كمان خلينا نعدد كمان الانجازات وتحصل منه على موافقه زي الموافقه دي. فكان لنا عظيم الشرف ان احنا سعينا فيها واجتهدنا فيها. كتير من البصمات او الخدمات العامه اللي موجوده يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا يبقى لنا بصمه كبيره فيها ويبقى لنا تواجد كبير فيه. اتمنى ان الحاجات دي تكون يعني مكان او حضرتك تكمل عليها بشكل كويس. السماحيه الصغيره برضو بفضل ربنا سبحانه وتعالى 300 متر سلك للكهرباء. الشنطيطه 52 عمود يعني كانت الاعمده متهالكه في القريه دي، واهل القريه طلبوا مننا ان احنا نسعى في الموضوع. الحمد لله برضو بفضل من ربنا ثم سعينا جبنا الكام عمود دول، يعني كشافات لبعض القرى وهكذا، يعني اللي بنقدر عليه ما بنتاخرش. اعتقد طالما مبدا والرغبه في خدمه الناس موجوده، هذا شيء طيب، وهذا مؤشر يقول ان احنا بلدنا في خير، وان احنا هنملك من شباب مرشح قادر على خدمه بلده بشكل كويس. لكن الانتخابات فصل صعب جدا وجيم صعب جدا. ايه بيقابل صعوبات ومشاكل وازمات وحاجات كتيره جدا يا استاذ محمد. ايه الازمات اللي بتقابل محمد شوشه في الوقت الحالي في الانتخابات؟ والله يعني احنا الحمد لله لغايه دلوقتي ما فيش ازمه معينه قابلتنا في طريقنا، ولكن احنا متوكلين على الله ومعتمدين بعد ربنا سبحانه وتعالى على مجهودنا واللي بذلناه خلال الفتره اللي فاتت. لكن في ازمات طبعا، في مشاكل، في حاجات بتقابل حضرتك، صح؟ يعني تقصد ايه؟ يعني ازمات، مشاكل، مرشحين، بلدان معينه، مشاكل يفط، مشاكل حاجات، يعني المشاكل العاديه اللي بتقابل خالص. ما قابلنيش حاجه من دي، لان انا عايز اقول لك على حاجه. يعني انا مثلا بالنسبه لي يمكن دايما بوجه رساله او بتكلم مع مؤيديني ومع انصاري، قابلوا كل الناس باحترام، سلموا على كل المرشحين باحترام، خلوا فيه يعني حب وتقدير واحترام لكل الناس او الساده المرشحين او الساده النواب لازم يشوفوا فيكم ده. احنا ما عندناش مشكله مع حد اطلاقا، حتى في بلدي يا ابو شيشه انا برحب بكل اخواتنا المرشحين، كل اخواتنا المرشحين اللي حابب ينزل ويتكلم مع الشباب ويتواجد مع الشباب. دي روح جميله، ما عنديش ادنى مشكله خالص، لانه انا على يقين تام وعلى قناعه تامه انه اي شاب عنده وعي سياسي وعنده وعي ثقافي لازم انه يقعد مع كل الناس ويختار صح، يحدد مصيره بايده. فانا ما عنديش مشكله، اهلا وسهلا بكل المرشحين، انا بستضيفهم في بيتي وفي مضيافتي واجمع كل الناس ليهم يقعدوا معاهم ويسمعوا منهم ويكونوا فكرتهم عنهم. ما عنديش ادنى مشكله في ده خالص. عاوز اقول لك ان انا اكتر واحد مبسوط بالكلمه. الله يكرمك. عارف، لان هي دي نفس المبدا اللي بتقول اللي قامت عليه الفكره بتاع المجلس اللي احنا عاملينه ده، وهو ان احنا نسمع كل الشباب حتى لو انت مختلف معاهم، فنقدر نوصل من خلال المنبر البسيط ده فكر كل الشباب اللي ممكن يكون ما يوصلش للمنطقه الجغرافيه او اصدقائي او اصحابي فيوصل كده. الحاجه الثانيه انه بتثبت ان في تصالح مع النفس، ان محمد شوشه فاتح بيته حتى للمرشحين، وده بيقول ان
مفيش مانع، ادوا للناس والشباب فرصه تختار. والبرنامج ده والبرنامج اللي احنا عاملينه يعني ده، انا ليه اعتاب على بعض الساده المرشحين، طبعا بدون ذكر اسماء يعني. عتاب بيكون متحفظ جدا وزعلان انه سين او صاد نزل عنده بلده، او فلان استقبله، او فلان بيمشي معاه، او فلان بيسعى معاه، او فلان مقتنع بيه وبيدعمه، ويعاتب الناس في ده. انا يعني شايف ان الموضوع حريه. طب خلينا اقرا لك شويه تعليقات كده. استاذ محرم السعداني شويه طبعا ايه بيقول سؤال مهم لمعالي النائب: طموحك ايه للدايره وبصدق، ولانك سيكون لمن ولائك سيكون لمن بالدرجه الاولى، هل ابو تشيشه ام المركز كله؟ طيب نرد ولا؟ السؤال الثاني بيقول هل انت مع معرفه بالام الدايره؟ رد بقى زي ما انت عاوز. هو مين اللي قال السؤال؟ استاذ محرم السعداني. مساء الخير يا استاذ محرم، كل سنه وحضرتك طيب. هو حضرتك لو تابعت البث من البدايه هتلاقيني رديت على السؤال الاخير اللي حضرتك ذكرته، اذا كنت انا متابع اعلام الدايره ولا لا. انا قلت ان انا عندي ملفات لكل المجالس القرويه والمعاناه اللي بيعانوا منها والمشاكل اللي بتقابلهم وبتواجههم. ده بالنسبه للسؤال الثاني. هل انت هتبقى موجود لابو تشيشه بس؟ السؤال الاولاني ابو تشيشه بس ولا المركز؟ لا طبعا انا ابو تشيشه دي عيلتي الصغيره، لكن الدايره ككل دي عيلتي الكبيره. فان شاء الله رب العالمين اللي هيتعمل في ابو تشيشه وهيتعمل في مجلس قروي الشوامي هو نفسه اللي هيتعمل في الثمان مجالس القرويه اللي موجوده. مش هنقصر ابدا في احتياجاتهم وفي طلباتهم. ومحمد شوشه طموحه مش انه يبقى نائب دوره، طموحه انه طول ما في نفس موجود هنفضل ان شاء الله موجودين بدعمكم وبتأييدكم، وبانكم شفتوا انه ده راجل بيجتهد وشغال وعمل اللي عليه كما ينبغي. فبالتالي ما اعتقدش انه اي دايره ان كانت على مستوى الجمهوريه هيبقى لها ابن مرشح بيجتهد وبيسعى لقضاء مصالحهم وبيسعى لاحتياجاتهم او لتلبيه احتياجاتهم وهيتخلوا عنه لاي سبب من الاسباب. محمد شوشه خد تجربه لم يكتب لها النجاح زي ما قلنا، والمره دي المره الثانيه اللي بترشح فيها. دي المره الثانيه 2025 دي المره الثانيه، لانه بعض الناس بتقول ان دي المره الثالثه. فلا دي المره الثانيه. احنا دخلنا 2020 وما وفقناش، ربنا سبحانه وتعالى له اراده في ده. ولكن زي ما قلنا وبنقول تاني ان احنا مؤمنين بقضيه معينه وعندنا رساله معينه بنسعى لها. ايه الفرق ما بين المنافسه في 2020 و2025؟ هل اختلفت؟ المرشحين اختلفوا؟ طريقه التنافس اختلف؟ طبعا. الطموح اختلف؟ طبعا في بعض الاختلافات. في مرشحين ما كانوش موجودين في 2020 موجودين النهارده، وفي مرشحين في 2020 كانت يعني لها قوة معينة أو لها وضع معين. أعتقد إن هي النهارده أقل شعبية من الأول، وفي مرشحين أسمائهم انطرحت على الساحة قريب جدا وناس محترمة وأنا بكلمهم كل الاحترام والتقدير، ولكن ما كانش لهم يعني ما سبقش لهم الترشح قبل كده. وفي الأول وفي الآخر الفرق هل محتاج نوعية من الدعاية أكتر، من تقديم برنامج انتخابي اكتر، من اجتهاد اكتر؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه في الموضوع ده بالذات. الموضوع مش موضوع دعايه. دعايتك هو شغلك مع الناس، دعايتك هو تواجدك مع الناس، دعايتك هو انك ترد على تليفون. معلش انا هستشهد بيك في حاجه. انا دخلت، احنا محولين التليفون عشان البث، انا دخلت 3 دقائق وجي 3 تليفونات قدام حضرتك. صح. حاله وفاه في 49 والناس بتتصل علينا عشان نقابلهم او نسهل لهم الاجراءات. الحاله الثانيه حد بيقول ان هو عنده مشكله واخد محضر ميه ب 35,000 جنيه. حصل. وده على فكره من 37 من قريه 37 حفير. الحاله الثالثه اعتقد كانت من الشوامي او منين. ده كله كان في 5 دقائق قبل ما نطلع حلقتنا الموقره.
فده انا ببقى سعيد جدا جدا لما حد بيتصل عليا او لما تليفوني ما بيفضاش. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ عماد، انا لما بحسب التليفونات اللي بستقبلها يوميا اقسم بالله العظيم انا بعدي ال 150 و 160 تليفون يوميا استقبال، وبالطبيعي يعني وما دون ذلك طلبات للناس، والحمد لله رب العالمين بنسعى على حلها، وعندنا القدره ان احنا نستوعب كم الطلبات دي يوميا، وحاطين برنامج محترم جدا جدا جدا. هدفنا الاول فيه انه في حاله ان ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ازاي نقدر نسيطر على خدمات الدائره. لماذا لم يتم الاعلان؟ لماذا لم يعلن الاستاذ محمد شوشه عن الاعلان عن برنامجه الانتخابي بشكل موسع على ابناء الدائره؟ بص انا مش هقول لك برنامج الانتخابي هو هموم الناس ومشاكل الناس، لا احنا لنا برنامج انتخابي كويس جدا هيتعرض في الوقت المناسب. احنا دلوقتي يعني بصدد انتخابات مجلس الشيوخ، بمجرد الانتهاء منها فورا هنتكلم عن برنامجنا الانتخابي باستفاضه وباريحيه، بجانب ان هو برنامجي الانتخابي ما هو مشتق من مشاكل الناس ومن الام الناس ومن اوجاع الناس ومن احتياجات الناس. يا استاذ عماد، انا في حاله يعني ايه لغايه النهارده واحنا في 2025 عندنا 8 أو 9 قرى بتعاني من ميه الشرب. اقسم بالله العظيم بتعاني من ميه الشرب. ما حاولتش ليه؟ انا حاولت. عملت ايه؟ حاولت. انا كنت مثلا في المستعمره الشرقيه من حوالي شهر ونص تقريبا او شهرين، فصليت العشاء معاهم ونزلت قعدت مع الناس، فالناس قالت ان احنا عندنا مشكله بنعاني منها بقالنا حوالي 3 شهور او 4 شهور. ايه المشكله اللي عندهم؟ ان ميه الشرب مختلطه بميه الصرف. عملت ايه؟ 3 4 شهور. عملت ايه؟ طلعت فورا قابلت خالد بيه نصر وناجي بيه شكري مدير عام شركه الميه، والناس مشكورين. ما فيش يومين او 3 ايام بالكتير بعتوا الصف بتاعهم او العماله بتاعتهم وبداوا فحر وغيروا المواسير اللي فيها المشكله الواصله اللي هي 300 متر دي. وبرضه للامانه عشان يعني ندي لكل واحد حقه، المواسير اللي كانت متوفره في الوقت ده في شركه الميه ما كانتش هي مطابقه للمواصفات نفس المواسير اللي المفروض انها تركب، لكن بعتوا الالات وبعتوا العمال واهل البلد اتعاونت مع بعضها واشتروا. عندي سؤال صعب. اتفضل. عندي سؤال قد يبدو صعب للناس، لكن هو هيعبر عن فكر المهندس محمد شوشه في علاج الامور. اتفضل. ماذا لو اصطدمت طموحات الاهالي وطموحات المهندس محمد شوشه بضعف امكانيات الدوله المصريه وبيروقراطيه الاداء في مؤسسات الدوله المختلفه؟ يعني قرار يتم تاجيله، فلوس غير متوفره، امكانيات ظروف دوله، هتعمل ايه ساعتها؟ انت هنا يبقى احنا كده بنبيع الكلام للناس، لان ضعف ضعف امكانيات الدوله في الوقت الحالي ده قد يكون واقع، لكن هتعمل ايه؟ هل في افكار خارج الصندوق؟ هل هيتعامل مع الواقع ده ازاي؟ الشاب الطموح اللي عاوز يحقق طموح اهله وبيئته وبلده دي هيتعامل مع الناس دي ازاي؟ هيتعامل مع موظف قد يكون بطيء جدا في اداء مهمته، قد يكون ضعيف جدا في اداء رسالته، او امكانيات دوله وعدم توفر امكانيات ماديه. هتعمل ايه؟ شوف انا هقول لحضرتك على حاجه. عايز اقول لك يعني الدوله ممكن يكون الحاله الحاليه للدوله مش مستقره ماديا، ولكن اللي انا عايز اقوله برضه لا، الدوله بتجتهد وبتسعى وكل يوم فيها جديد، ولكن محتاجين انه حد يكون عنده الجرأة الكافية وعنده الاهتمام الكامل بالمشاكل دي او بالنواقص اللي احنا بنعاني منها دي. انا متاكد انه لو اتوفرت دي في شخص او في حد من اخواتنا المرشحين او عندما يصبح نائب، يعني انا متاكد انه هيقدر
من بره الصندوق ومن بره الميزانيه هيقدر يسعى ويقدر يجري على انه عاوزك ينتهي تقول لي هتعمل يا استاذ محمد. اتفضل. ومش ضغط على حضرتك. لا اتفضل. عاوز اعرف محمد شوشه رايح يعمل مستشفى بالقاس على سبيل المثال، قال لك مفيش فلوس والمستشفى دي محتاجه فلوس كتيره جدا، او مستشفى في اي وحده محليه محتاجه فلوس كتيره جدا. مفيش فلوس وموافقات موجوده، والسؤال ده لازم كل مرشح يتسال السؤال ده. هتعمل ايه؟ هل الافكار دي هتعمل فيها ايه؟ هل هتطلع على الوزير المختص او على رئيس الوزراء او على رئيس الجمهوريه، او ادخال افكار جديده بره الصندوق يتم الاعلان عنها؟ هنا اللي هيفرق بين مرشح والتاني من وجهه نظري. طبعا انت في الوقت ده حضرتك هتطلع على الوزير المختص اذا كان الموضوع بصدد الصحه او بصدد التعليم او خلافه، هتطلع على الوزير المختص وهيكون عندك الافكار اللي خارج الصندوق اللي هتقدر تطرحها على السيد الوزير وتحطها على الترابيزه وتناقشوا فيها. معهوش الفلوس. معهوش فلوس. ماشي، ما هو انت حضرتك بتفرض شيء معهوش، ده واقع، ما فيش فلوس. انت بتتكلم عن واقع النهارده. الواقع والاسبوع الجاي والسنه الجايه الوضع صعب جدا. احنا ما نقدرش نقول السنه الجايه ما عندناش، لكن نتكلم عن النهارده. لكن بكره يخلق ما لا تعلمون. نفترض ما تقدرش. انا عاوز اعرف فكر الاستاذ محمد او المهندس محمد في التعامل مع المشكلات المختلفه. انا بقول ساعات هل الاستثمار او رجال الاعمال او دخول القطاع الخاص هيبقى له دور في حل مشاكل الريف المصري، خاصه مع ضعف الامكانيات؟ حضرتك في اكاديميه نصر اكيد درست يعني في علم الاداره الازمات والطوارئ. تاكيد. وانا واحد من الناس اللي درسوا الكلام ده. اكيد هيبقى في دراسه. هل هناك علاقه مع المستثمرين محمد شوشه يتمتع بها يقدر من خلالها انه يتبنى مثلا مشروع للوحدات الصحيه مثلا في قريه او في قريه؟ معمول دراسه لده. دراسه جيده جدا جدا. انا بتكلم عن العلاقه مش عن الدراسه. انا بتكلم عن حضرتك قلت انه هل في دراسه موجوده في الوقت اللي الدوله غير مقتدره فيه انها تقوم بالمشروع ده، فحضرتك عندك علاقاتك مع المستثمرين اللي تقدر بيها تقوم بالمشروع ده. فانا رديت على حضرتك وقلت انه معمول دراسه كويسه جدا جدا لبعض الامور دي، ومعمول حساب انه لو لا قدر الله، واحنا طبعا يعني عشان في ربنا سبحانه وتعالى انه الفتره اللي جايه يكون حال الدوله المصريه افضل من الوقت الحالي ان شاء الله، وانه يكون في المقدره او القدره الماليه اللي نقدر نحقق بيها احتياجات الناس. لكن لو ده ما حصلش ان شاء الله برضو عندنا افكارنا اللي خارج الصندوق، وعندنا علاقاتنا بالمستثمرين اللي نقدر نقوم بيها. ده خلي بالك. طبعا اذكرك بيه. طبعا انا ما بنساش على فكره. ما بنساش حاجه ابدا يعني. الحمد لله. انا اذكرك بيه. اللي هنقدر من خلالها مش هنقوم او مش هنعمل كل النواقص او كل الاحتياجات، ولكن هنقوم بعمل او بالسعي على الانتهاء من ملف او 2 أو 3 حسب ما ربنا سبحانه وتعالى هيسهل لنا الامور في الوقت ده. محمد شوشه، كلمه اخيره لاهلنا في دايره بالقاس والستاموني وبمصر، عاوز تقول ايه؟ انا ما سالتوش. انا والله انا يعني عندي كلام كتير عايز اقوله لاهلي، وانا لو يسعني الوقت ان انا امر على كل اهل دايرتي بيت بيت واقبل راس كل اب وكل ام في كل بيت، هعمل ده مش هتاخر. وبالمناسبه السعيده دي انا حابب ابارك لاولادنا طلبه الثانويه العامه، طلبه الثانويه الازهريه، مليون مبروك، الف مبروك. وبتمنى مزيد من التقدم والنجاح، وبتمنى ان انا اشوف رحله كفاح متميزه من كل ابنائنا وشبابنا، شباب بالقاس والستاموني، الشباب الجميل المثقف. كمان ببارك لطلبه الشهاده الاعداديه اللي بتمنى لهم مزيد من التقدم والنجاح. وعايز اقول ان انتوا داخلين على مرحله مختلفه تماما عن المرحله الاعداديه،
فلازم ان كل شاب فيكم يجتهد ويسعى ويقرص على نفسه ويكون قدامه هدف محتاج ان هو يحققه ومحتاج ان هو يوصل له. بشكر كل ام تعبت وشقت واجتهدت مع ابنها على مدار السنه الدراسيه وعلى مدار السنين الكتير اللي فاتت. بشكر كل اب تعب واجتهد وشقى واشتغل ويعني عمل اللي عليه وزياده شويه عشان يوفر او يحقق مطالب اولاده في المراحل التعليميه المختلفه. كتر الف خيرك وربنا يبارك فيك ويبارك في عمرك، وربنا ان شاء الله ما يضيعش تعبك وما يضيعش تعب كل اب وكل ست اجتهدت وشقت مع اولادها. وكمان يعني حابب اقول لاهل دايرتي الكرام، انتوا تاج على راسنا وانتوا ناس محترمين وناس طيبين وكتير فيكم اصحاب مبادئ وان شاء الله رب العالمين انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يديلنا طول العمر عشان نعمل حاجه ليكم وعشان نجتهد ونقدر نوصل لكتير من المشاكل اللي حضراتكم بتعانوا منها على مدار سنين كتير فاتت. يمكن احنا ما دخلناش في تفاصيل مع مسلمات في الحلقه دي عن كل مجلس تروي بيعاني من ايه ومشاكله ايه ان شاء الله يبقى لنا حلقه ثانيه، ولكن لنا حلقه ثانيه وثالثه ورابعه ولنا حلقات كتير جايه ان شاء الله. لانه بعض الناس ما هياش عارفه يعني دور مجلس النواب او دور عضو مجلس النواب ايه. فهنتكلم باستفاضه في الدور التشريعي وهنتكلم باستفاضه في الدور الرقابي وهنتكلم كمان في الدور الخدمي، رغم ان احنا اعتقد انه الحلقه كلها كانت بتخص الموضوع ده فقط لا غير. لكن ان شاء الله في الحلقات الكتيره اللي جايه هنتكلم باستفاضه عن الدورين المهمين. وانا بس حابب اقول رساله اخيره. احنا على مشارف انتخابات مجلس شيوخ وبعديها على طول مجلس النواب. بوجه رساله لاخواتي شباب الدايره، انزل وشارك وقول رايك بكل صراحه وبكل صدق، بعيدا عن العصبيه وبعيدا عن الاهليه وبعيدا عن الحاجات دي. هي انا بعتقد ان هي رجعتنا ورا شويه، لانه حضرتك لابد انك عشان تنزل تحط صوتك لابد انك تكون مؤمن بسين او بصاد، ومؤمن ان ده انسان كفء انه يقوم في المرحله الحاليه بتلبيه احتياجاتنا او انه يوصل صوتنا وصوت كل محتاج. بتمنى ان كل واحد فيكم يدعم شاب هو واثق فيه وعارف انه الشاب ده شاب صادق مع نفسه وصادق مع الناس، مش من هواة يعني بيع الاوهام للناس. لا، لابد ان انت تكون عارف ان المرحله دي محتاجه ان احنا يكون عندنا صدق مع نفسنا الاول، محتاجه ان احنا نحسب حسبه لله سبحانه وتعالى، محتاجه ان احنا نقف وننادي بشاب عنده الجرأه وعنده الوعي، سواء الوعي السياسي او الوعي الثقافي، عنده الصوت العالي اللي ينادي بيه على حقوقنا وعلى متطلباتنا. ما عندوش فاتوره لحد، ما عندوش فاتوره لحد. عايزين حد يبقى عارف كويس جدا مدى المعاناه اللي بنعاني منها. محتاجين حد ينزل يوم، نائب محترم ينزل يوم، يخصص يوم في الاسبوع يلف فيه على المصالح الحكوميه، يشوف الناس بتعاني قد ايه من مشاكل في مجلس مدينه ومن مشاكل في تامينات ومن مشاكل في ضرائب ومن مشاكل. يقف يخاطب الناس والناس تشوفه ويتكلم مع الموظف. انا ما بقولش ابدا انك يعني تتعدى على موظف بالقول او بالفعل او انك تهين موظف في مكتبه، لا، بس وجودك كنائب
بتسال فلان انت واقف ليه، وبتقول للموظف المسؤول حضرتك معطل الست دي ليه وموقف الراجل ده ليه وما بتمشيش الناس دي ليه. لما الناس تشوفك في كل المصالح الحكوميه متواجد يوم في الاسبوع في كل مؤسسه او في كل مصلحه 10 دقائق ربع ساعه، الناس تشوفك وتشوف تواجدك. واعتقد ان ده برضو جزء من دورك الرقابي. اعتقد ان ديت مشاعر جميله ومشاعر تنبئ بشخص متسامح مع نفسه محب للخير، وده الهدف اللي احنا كنا عاوزين نوصل بمحمد شوشة الانسان بيفكر بعقله بمشاعره بقلبه، شاب قلبه على البلد، عنده حميه، عنده فكره، عنده معلومه، عنده الم من حال اهله، من تألم الناس ناحيه مشاكله. انا اسف ان انا طولت على حضراتكم. الاستاذ محمد عنده كلام كتير جدا والقعده معاه جميله، لكن احنا تخطينا الساعه فعشان ما اكونش مطول على الناس. الوقت معاك راح بسرعه جدا. ربنا يكرمك. انا عندي كلام كتير جدا والله، يعني انا كنت محتاج في حاجات كتيره ممكن اتكلم فيها، لكن ان شاء الله يعني زي ما اتفقت مع المهندس الهامي وحضرتك والاستاذ احمد شفيق والدكتور احمد شفيق وغيرهم، يبقى لنا حلقه ثانيه ان شاء الله باذن الله. انا سعيد جدا بلقائك المميز، وسعيد جدا بالاستضافه الجميله، وسعيد اكتر انك بتعمل حاجه ممتازه وبتبرز فيها احسن ما فينا كمرشحين. وسعيد جدا كمان باخواتنا وبناسنا الساده المشاهدين اللي تقريبا حضرتك ذكرت من شويه ان في تفاعلات ناس كتيره ما شاء الله. وانا اسف انه الاسئله بتاعتكم ما انطرحتش عليا عشان ارد عليها، ولكن مفيش مانع ان انا هراجع البث. هنرد الاول بس عليا وبعدين هراجع البث ونرد على كل واحد، مفيش اي مشكله خالص. سعيد جدا بان حضراتكم يعني شاهدتونا وسمعتونا ووفرتوا جزء من وقتكم للاستماع للحلقه. بشكر حضراتكم جميعا وبتمنى لكم التوفيق، ومره تانية ببارك لاولادي طلبه الثانويه العامه والثانويه الازهريه، وبتمنى لكم حياه سعيده والقادم افضل ان شاء الله. في النهايه انا بشكر المهندس محمد محمود شوشة على اللقاء الجميل. صحيح هو تعبنا عشان يجي وعشان مواعيده صعبه شويه، لكن في النهايه بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الموافقه على الحضور. وعاوز اقول حين تغلبك عفويتك ويكون الصدق شعارك والنية الطيبة منهجك فلا ترهق نفسك لإثبات ذلك. سيفهمك من يمتلك روحا كروحك. ما دمت لم تؤذي أحد دع الناس يرونك كما يريدون ولا تهتم لهم. لنحيا بقلب أبيض ونية طيبة ولسان لا ينطق إلا بالخير، فالدنيا لا دور لها. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.